ما حكم من يترضى على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة؟ كافر، مشرك، ملحد، زنديق، مستحق للعنة، وفي نار جهنم إذا كان في غير ظرف التقية. الذي يترضى أو يمدح أو يعظم أو يثني أو يرفع مقام أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة فهو بإجماع الطائفة الشيعية حكمه منحرف زنديق كافر أشرك بالله، لأنه أشرك بعلي، من أهل النار لعنة الله عليه إذا كان في غير ظرف التقية الحقيقي. ظرف التقية مو معناها قاعد بمحافظة شيعية في دولة شيعية تحت جمهور شيعي كبير يترضى على أبو بكر وعمر، هذا مو ظرف تقية. ظرف التقية مو معناها مسوي له مؤتمر وجايب له 2 3 4 من جماعة أبو بكر وعمر ويترضى عليهم حتى ذول يضحكون، لا هذا مو ظرف تقية. ظرف التقية اللي احنا نتكلم عليه ظرف التقية ظرف السيف والقتل، إذا كان في ظرف تقية حقيقي فلا شيء عليه، وإذا كان في غير ظرف التقية فنلعنه ونسبه، وهو عندنا حكمه من أهل النار كافر. من يسب أصحاب النبي على العموم هو كافر كالرافضة وأشباههم. من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر، لأن سبهم يدل على بغضهم، ومن أبغضهم هو غير مؤمن بما جاءوا به. إذا أبغضهم وسبهم ورأى أنهم غير عدول هم اللي نقلوا القرآن والسنة، معناه أن القرآن باطل لأن نقلته فساق أو كفار، وهكذا السنة باطلة لأن نقلتها فساق أو كفار، فمعناه ذهب الدين. معنى هذا كله ذهب الدين وعدم صحة كله. سب الصحابة سب لنقلة العلم وخير هذه الأمة، ولا يجالس مثل هؤلاء ولا يصاحب مثل هؤلاء، بل يهجرون ويرفع الأمر إلى ولاة الأمور إذا كان هناك ولاة أمور في البلد التي فيها السب، إذا كان فيها ولاة أمر ينصرون الحق. نعم، نسأل الله العافية. نعم.